الرحيم. الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. 25/1 سنة 26. 25/1 سنة 26. تاريخ ده طبعا بيفكرنا بعيد الشرطة، وبيفكرنا بثورة 2011. يعني الجيش والشرطة يا شعب مصر بادئ ذي بدء، رغم أنف المتمصرين والخائنين والحاقدين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تسلم الأيادي، تسلم يا جيش بلادي. الناس عمالية كأن الشرطة والجيش أعدائهم. في فساد في الشرطة، في ممكن يكون في ضابط فاسد في الشرطة وفي الجيش، بس بعد ربنا السند للشعب المصري مين في الثورة والخراب اللي حصل؟ الجيش. الجيش. أفلا تنظرون، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون؟ جيش. جيش ده سند. جيش ده اللي فيه سواء ضابط أو قائد أو عسكري من كل بيت مصري، مش متأجرينه. والشرطة كذلك، رغم الشرطة فيها فساد من بعض الضباط اللي عندهم أمراض نفسية، لكن الباقي 80% كلهم بسم الله ما شاء الله. والمواطن بياخد حقه دلوقتي من الشرطة، وبياخد حقه لو غلط في ضابط الجيش وبياخد حقه، واخد بالك. انما اسمع الجيش في ايه؟ في ايه؟ انتوا سنة 26 ده وما شفتوش الجيش عمل ايه؟ لا مش عايزين الجيش يغلى. لا الجيش مش عارف مين. يا عم الجيش بيوفر علينا مليارات مرتبات واسلحة وبلاوي سودة، واخد بالك. احنا لولا الجيش كنا خدنا على قفانا، زي ليبيا وزي السودان وزي اليمن وزي لبنان وزي العراق وزي دول الخليج اللي قاعدين زي الأرانب تحت رحمة إيران ورحمة أمريكا وإسرائيل. ما إسرائيل راح ضربت قطر وهي مصر جنبها 5 متر، قدرت؟ ما تقدرش. مش عشان بيحبونا، لا عشان بيخافونا. وبيخافونا ليه؟ عشان عندك جيش وعندك رئيس صاحي دماغه شغالة. يا أخي افتخر يا أخي بالجيش بتاعك وبالرئيس بتاعك. افتخر إن ترامب هو اللي بينافق الرئيس بتاعك وعايز يخدمه. قال له لأ ولا 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 للتهجير، ولا ولا للي مش عارف ضرب الحوثيين، ولا مش ان انت بتدفع فلوس في رسوم القناه. يا ناس حسبي الله ونعم الوكيل في المتمصرين اللي بيقول لك انا مصري. اقسم بالله في ناس زباله المجتمع. ده لعيب المجتمع المصري لانهم قله، قله عندهم احقاد في غلاء وفي فساد من انفسنا من القاع. اقسم بالله الفساد بدأ من القاع. الناس بيحاربوا. مؤسسات الجيش كلها ناجحه، مؤسسات الحكومه كلها فاشله عشان فيها فساد. يا ريت كل مؤسسات الحكومه تحت اشراف الجيش. طبعا في ناس الكلام ده هيهلك كبدهم وهيبقوا متضايقين.
موتوا بغيظكم. ده امان ليكم وعيالكم وعيال عيالكم الى يوم يبعثون. وربنا قال في القران: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. امنين بايه؟ التحام الشعب والجيش. وقفنا قصاد الهكسوس والنصرانيين قدام التتار وقدام المغول ليه؟ ولا ارض ربنا مباركها. تاني حاجه عشان كان في شعب بيقف وجيش خد بالك. اسرائيل بتضرب كل شغاله، ضربت قطر وتضرب اي دوله عربيه على قفاها للاسف من دول الخليج. واي دوله عربيه ضربت قبل كده، راح ضربت الفلسطينيين في تونس زمان، في قلب تونس وخطفوهم من قلب تونس ولبنان وكله تحت الوصايه الامريكيه الصهيونيه. مصر فيها قاعده صهيونيه؟ فيها قاعده امريكيه؟ لا. يبقى الجيش ده سند، هو اللي بيخلينا ننام ونحمد ربنا. نعمه الامان يا بشر، نعمه الامان يا بشر. انا اول واحد مضرور من الديون اللي على الدوله ومن المستوى الاقتصادي. انا طالع راجل مدير عام باخد 5000 جنيه ونص بعد زيادات الشهر كمان. راجل مدير عام وآلات عليا عادي. لكن ربنا مش ناسينا، بناكل وبنشرب ونتعالج. مستشفيات بسم الله ما شاء الله. مستشفى كلى